هاي بالكل، وكيفكم؟ معاكم فاطمة. فيديو اليوم رح أفتح مغلف صغير وصلني من أختي، وكالعادة رح نسوي بنهاية الفيديو صفحة جورنال فيهم. وكمان أختي بتسوي جورنال وعندها قناة على اليوتيوب، رح أحط لكم رابط قناتها في صندوق الوصف. وإن شاء الله بس تصح لنا فرصة رح نصور مع بعض فيديو وننشره على قنواتنا على اليوتيوب. وكمان حابة أحكي لكم إنه أختي بتسوي جورنال فينتج للي بحب يروح يشوف صفحتها وشغلها. بما إنه أنا بسوي كيبوب، يعني إذا في حد حابب يغير شوي عن ستايلي روح على قناة أختي، متأكدة إنها راح تعجبكم من دون أي شك. وزي ما انتو شايفين جميع الأغراض يلي أساسا أختي معطتني إياهم هن أغراض فينتج، وأنا صراحة مش كثير صحبة مع الأشياء الفينتج، مع إنه بدايتي كانت مع أغراض فينتج، بس بحس حالي أبدا مو ستايلي، مو برتاح وما برتاح له، وبميل للعادة للستايلات الكيوت واللطيفة واللي فيها ألوان هادية أكثر. لكن أحيانا بيكون جا عبالي أسوي أشياء فينتج مع إني مو مرة ببدع فيها، لكن زي ما حكيت يعني أحيانا بصير جاي عبالي إني أسوي أشياء فينتج. بالنسبة لهذا الدفتر بدأت فيه هذه السنة، والفيديو حتلاحظوا انه شوي قديم، خاصة للأشخاص اللي شافوا الفيديو الأخير تاع الجورنال للمبتدئين. المهم الفيديو صورته من فترة منيحة، لكن زي ما حكيت لكم ما راح أنشر فيديوهات مشتريات وأغراض وصلوني ورا بعض، لأنهم كلهم وصلوني بنفس الفترة، فحكيت لكم إني راح أنشرهن بفترات مختلفة عشان ما تحسوا بالملل وانتوا بتشوفوا الفيديوهات، وانكم بس عمالكم بتشوفوا أشياء وصلوني وأشياء شاريهم وإلى آخره. فحبيت إنه أنوع ويكون فيديو جورنال، فيديو مشتريات وإلى آخره. وكمان حابة أحكي لأهلنا بتركيا وسوريا إن شاء الله تكونوا بخير، بما إنه مبارح صار في زلزال هناك. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة منيحة، وإحنا معكم من القلب إلى الصميم. وكمان للأشخاص يلي مو بتركيا وباقي أنحاء العالم، حابة أحكي لكم ديروا بالكم على حالكم وعلى صحتكم، خاصة إنه إحنا الحين بأجواء شتوية، فديروا بالكم على حالكم واهتموا بصحتكم، وإن شاء الله تكونوا دائما دائما بخير أنا وإنتو كلنا. بالنسبة للصفحة اللي كبرها صراحة كنت كثير محتارة بالتنسيق، وقطعت كثير من الفيديو لأنه يعني كنت كثير محتارة. فهتلاحظوا بأول التنسيق شلت ورقتين، لأنه زي ما حكيت شلت شوي من المقطع، لأني عن جد كثير كنت محتارة ومش عارفة شو بدي أسوي، وما كان عندي أفكار كعادتي، دايما ما عنديش أفكار وبفتح الكاميرا وبصور وكيف ما يطلع معي يطلع. وبالنسبة للأغراض يلي عطتني إياهن أختي، إذا بتحبوا تشوفوهن بشكل مفصل أكثر
أختي نزلت فيديو على قناتها وهي بتفتح في الأغراض اللي وصلوها، فراح أحط لكم رابط القناة والفيديو اللي حكيت عنه وكل شي بصندوق الوصف. فبعد ما تشوفوا الفيديو تاعي روحوا شوفوا الفيديو تاعها وقناتها، متأكدة إنه قناتها راح تعجبكم. بما إنه ما عندي كثير إشي أحكي فيه، فحابة ندردش شوي عن الفيديوهات القادمة اللي بتحبوا تشوفوها في قناتي. احكولي إيش في أنواع فيديوهات بتحبوا تشوفوها، اقترحوا علي، وأنا رح أحاول قدر المستطاع أخذ بآرائكم وتعليقاتكم، ورح سوي قدر ما بقدر من الأفكار يلي رح تقترحوها علي، لأنه دايما بحب أشتغل خارج الصندوق وأسوي أشياء جديدة وغريبة علي صراحة. فإذا عندكم إشي حابة أسويه اكتبولي في التعليقات، وإن شاء الله رح أحاول أسوي الأشياء اللي رح تقترحوها علي معاكم. وإذا أنتوا كمان لحد الآن مستمتعين بالفيديو، بتمنى كمان تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم المهتمين بالجورنال، واللي مو مشترك بالقناة وبحب يشترك صراحة راح أكون كثير ممنونة لإله. بما إنه خلاص خلص الحكي اللي عندي صراحة، ما عاد عندي إيش أحكي، راح أكمل تلزيق الأشياء وأرجع لكم. بالنهاية بتمنى يكون الفيديو عجبكم، واحكولي آرائكم بالتعليقات.